وقد خابت أمانيها. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. بشموع ضاوية في المنام نحلم وانا يا النور وانا يا النور. كنت مع الفدائيات، ما زالوا تفكر هذاك الانتقام نهار اللي كلفني سي مخلوف. شكرا جمهورنا الكريم دواء المسرح. كان معكم سميح توفيق المهندس تاع المسرحيه. إذن اعتمدنا على في هذا المسرحية على المسرح الفقير لغروتوفسكي حتى من انعدام السينوغرافيا. وهذا الشيء يدل على شيء يدل على طاقة الممثلات التي حقيقة أبدعن. إذن المسرحية تحكي حول 3 بنات: عائشة المجنونة التي أصيبت بالجنون لفقدان رفيق دربها وزوجها وعانت في الثورات. تحكي أيضا على البطلة بختة التي جسدت دورها بامتياز واحترافية في العمل، حتى الكوريغرافيا أيضا أمتع. القصة إذا مضمونها وملخصها حول معاناة المرأة أو المرأة الجزائرية في الثورة إبان الاستعمار الفرنسي. والشكر كل الشكر للوالد تاعي لانه هو قدوتي في الاخراج وقدوتي في المسرح، والحمد لله يا ربي اللي رانا هنا وما زال كاين اعمال جديده ان شاء الله. انا بالزوجه عائشه من ولايه غليزان. اول مره نقوم بهذا العمل تاعي في دار الثقافه، ونحب المسرح ملي كنت صغيره. كان على جال باش نبين باللي دور المراه قوي في المجتمع، وشعنت المرأة في القديم وقت الثورة كي كانت توقف مع المجاهدين. وإن شاء الله يكون هذا العمل نال إعجاب الجمهور، ونسعى إن شاء الله باش نقدم عمل أحسن منه. أنا طالبة شمار حنان المقيمة ببلدية مزونة. أديت أول عمل لي وكان بعنوان بدمائهن كتب التاريخ تحت إشراف المخرج سبيح توفيق، له كل الشكر. الدور تاعي كان دور بختة اللي فقدت الأبوين تاعها وتربت في وسط 7 خاوة. مور اللي حكموهم خرجت للشارع وناضلت، ولكن لأنها مرأة تلقات العنف من الشارع، ولكنها وقفت صامدة. شكرا جمهورنا الكريم دواء المسرح.